اتطلب منا بعد حلقة العودة للمدارس إزاي نتعامل مع شات جي بي تي وإزاي نسأله ومين شات جي بي تي ده. الفيديو اللي هنعرضه دلوقتي هيوضح لنا إزاي ممكن نستخدم شات جي بي تي وقفت معانا مسألة أو سؤال. هحط لكم اللينك أو إزاي بكتب كلمة شات جي بي تي في السيرش عادي، هيطلع لي أو هيدخلني على موقع شات جي بي تي. هو ليه ابلكيشن، اللي حابب ينزله هينزله. هنبتدي نكتب له بقى تحت في مسج شات جي بي تي، هنكتب له ونقول له مثلا جملة أنا عايز أعرفها. الجملة بتقول إن الفاكهة في مصر كثيرة. لاحظوا في إن كلمة إن ما حطيتش على الألف همزة، وهقول له اعرب لي كلمة كلمة كثيرة. فهيبتدي نشوف هيقول لنا إيه. قال لي إن كثيرة هي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو خبر اللي مبتدأ محذوف تقديره هي، إن هي كثيرة. هنا عملت حاجة تانية، حطيت همزة على الألف وقلت له إن الفاكهة في مصر كثيرة، اعرب كثيرة. هتلاحظ حاجة، هتلاحظ إن جاب لي كثيرة خبر إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اللي عايزة أوصله في الحتة دي إيه؟ إن هنا كلمة إن لما حطيتها على همزة، حطيت الهمزة على الألف، جاب لي الإعراب. فدايما لما تيجي تسأل شات جي بي تي، دي ملحوظة مهمة جدا، لازم تكتب السؤال صح. سواء تكتب السؤال صح، خلي بالكم ان انا اكتب السؤال صح عشان يقدر يجيب لي اجابة صح. لان شات جي بي تي مش دقيق 100%. هو هو حتى كاتب تحت، لو لاحظتوا هيقولك ان الاجابات بتاعته هو مش دقيق 100%، ولازم تتأكد. فيعني يفضل لما اجي اكتب السؤال اللي عايزة أسأل فيه شات جي بي تي أبقى كاتب السؤال صح. طبعا هو بينفع في حاجات بسيطة، لو احنا مزنوقين أوي مش عارفين نجاوب عليها.